أهلين حبايبي متابعيني الكرام. في فيديو الليلة سنتكلم عن إيمان التي جابت العيد في كل من فانز وجمهور أيمن وشهناز اللي بيهاجموها بسبب الهدية التي استقبلتها مؤخرا بسبب مناسبة الكريسماس، وقد اتهموها بأنها خذلت قيم الإسلام، خصوصا أنها قامت بعمرة مؤخرا ولأنها احتفلت مع المسيحيين بعيدهم. للأسف إيمان ردت على الانتقادات بشكل فج وجابت العيد بشكل كبير وقاس في كل المتهجمين، فهل تتفقون مع ما قالت أم تعترضون؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو للأخير وتابعونا لنوافيكم بآخر الأخبار والمستجدات من قناة شهرزاد نيوز للأخبار. احنا دائما ناس قابلين للتطور، قابلين للتغيير، وقاعدين نغيروا في حالنا، صح؟ فعشان كده نحنا ما راح نجيب العيد ما راح نجيب العيد، نو. العيد جاي اصلا، رمضان راه قريب، اوكي، رمضان راه قريب والعيد جاي ما عندناش منه مهرب، دونك شكون هذا هاليل؟ غنجاوبوا مع المسجات نتاع الناس. مثلا على سبيل المثال، نحكي لكم قصص حلوة، اوكي؟ خلينا نحكي مثلا، نقرأ بعض التعليقات عشان نشوفوا عقول بعض الناس المتابعين اللي مثلا يتابعوني. فبعض العقول هادو بعض الناس انا ما اتمنى انهم يتابعوني. ليه؟ شوفوا انتم طريقة الكلام كيف. مثلا هذه نقاش راح يكون، انا امس صورت هدية جيفت من ناس اشتغلت معاهم اعلان، وهذيك الهدية دوك نحكي لكم عليها. شوفوا وحده شنو كتبت لي: لعنة الله على من يحتفل، واحد هذا مش واحدة، لعنة الله على من يحتفل مع الكفار لا صلاة لا يجيب فيه ربي. لعنة الله على من يحتفل مع الكفار لا صلاة لا يجيب ربي. شوف عزيزي انت يا أكرم، أول شيء أنا قاعدة في إسطنبول في تركيا، والهدية هذه ما واصلاني حتى لتركيا، يعني بصريح العبارة أنا فقط استلمتها في دبي، يعني لحد الآن أنا ما ماسكة هذيك الهدية بيدي وما مصوراها، وحتى إذا صورتها أنا بس تقدير للناس عملت الانبوكسينج وهو بعيد عليا، مع عند صديقتي هو بعيد عليا، عملت لها الانبوكسينج بس عشان رد واجب للناس اللي رسلت لي الهدية. بس أنت يا عزيزي حتى لو شفت شخص مصور على الشجرة أو مصور على الحيط أو مصور على هذه، أنت ما عندك الحق تتكلم مع الإنسان بهذه الطريقة، وأنت لا تعرف ظروفه، أنت لا تعرف هو وين وشنو يعمل في حياته. يعني إذا أنت إنسان حاب تهدي الناس وحاب تصلي وحاب تكون إنسان مسلم ومسالم، ما تتدخلش بشؤون غيرك، روح صلي ركعاتك وما تقعد تدور معنا في الانستغرام وفي التيك توك، اوكي عزيزي؟ اوكي. شوفوا بعض النقاشات، مثلا وحده قالت من العمره للكريسماس، حسب لها انا راني قاعده في نص كسمو هذيك لاس فيغاس، راني قاعده في نص الشارع تاع كسمو هذاك الشارع سكوير، راني قاعده في نص داك الشارع وراني لابسه لاغوب الغوج ولابسه الشابو الغوج، وراني قاعده ها وقابضه الشجره ونرقص بها. هديكم ربي ما تتابعونيش، جبتكم رسول الله ما تتبعونيش، جبتكم رسول الله اعطوني بلوك كما انا نعطيكم في بلوك، لانه الناس لا تراعي ظروف الناس في غير الشاشه.
يعني انت كانسان لما ما تراعي الناس وراء الشاشه، علاش تدخل عليهم وتكتب لهم في كلام مو حلو؟ مثلا يا لطيف هذا كله عشان هديه، كميه المسجات عشان الهديه مخكم يحبس. وفي نفس الوقت افوت على الناس ما عاملين لي حتى فولو. يعني تخيلوا انهم ما عاملين لي فولو بس يدخلوا يكتبوا كلام مو حلو. فهمتوني؟ يعني انت ما عامل لي حتى فولو، تتدخل في شؤون غيرك. لماذا؟ نقاط على الحروف، هذا بس كمثال. انا انسانه موجوده في مكان عايشه فيه، انت ما دخلكش فيا. انت لا راك سروالي اللي نلبسه، لا راك دراهمي اللي نحطهم في جيبي، لا راك بطاقتي، لا راك تريكويا، لا راك حتى انسان في حياتي. ما عندي وبيني وبينك حتى حاجه. يعني راك باغي تعوم بعيد عليا انت وطاقتك السلبيه. انا عييت وانا نبلوكي، عييت. نوري لكم كم عدد البلوك اللي عملته للناس على الانستغرام على سبيل المثال. تخيلوا كم عدد البلوك اللي عملته من شخص، قداش عنده. شوفوا قداش عندي في حسابي، طبعا مع 600 ولا ما نعرفش كم. شوفوا قداش عامله من بلوك. يعني عامله 1037 شخص بلوك. وما زال نزيد نعمل، نحب نوصلهم ال50 بلوك. 50 بلوك. نحب حسابي نقيه نرده هاك، ما كاين حتى واحد. وما زال نزيد البلوك. بس مو حلو. انت انسان ما عارف شنو الانسان يمر بالظروف وراء الشاشه. ما عندك الحق. شوفوا هذا بس مثال صغير، عطيتكم مثال عليا انا. شوف قالت لي وحده نصهم فانزك راحوا غلطه. انا نبلوكي، انا ما نعرفش نمسح، نعرف نبلوكي ديريكت. وجاب ربي انه انا مانيش من النوع اللي يوميا ندخل ونفتح المسجات. تخيلوا لو انا يوميا ندخل ونفتح المسجات، يعني نفتح بالصدفه. حتى في ناس يتواصلوا معايا على شغل بلاقي حالي رد عليهم بعد اسبوعين 3. يعني مو حلو التدخل في شؤون الغير. مو حلو. هذه مغزى وفكرة بس عن انه ممنوع الانسان يتدخل في شؤون غيره. والله ممنوع. ما عندكش الحق. انت انسان تشوفه واقف عند الكعبة يصلي، تشوفه واقف في الشارع يرقص، تشوفه وين تشوفه، انت ما دخلكش فيه، انت ما عندك الحق. رب العالمين هو اللي يحاسب البشر، الانسان ما يحاسب. رب العالمين هو اللي يعرف ظروف الانسان. فهمت اخويا ولا يا اختي المسلمه في الله؟ ففي واحد النقطه كنت حابه نهضر فيها بزاف. وهذه النقطه نلقاها متكرره عندي في التعليقات. يعني انسان في مره من المرات عاش حياته، عاش كم سنه في حياته، تعب في هذه السنوات، حب يروح إلى المكان اللي يرتاح فيه. جرب كتير أماكن، جرب سفر، جرب لا يرتاح، راح لمكان واحد عشان يحس فيه بالراحة، هو أنه يتقرب من رب العالمين عز وجل. يعني تخيلوا أنتم إنسان في مكان مقدس في مكة. عارفوا واش معناها إنسان في مكة؟ يعني إنسان عند بيت ربي. أوكي. ما بينه وبين ربي، ما ربي اللي عالم شنو في قلب الإنسان. نلقى فيديوهات ماخذة بتصاميم لا حول ولا قوة. يعني إنسان راح البيت ربي ما طلبوش. هذه نقطة. والنقطة الثانية، أنا رحت العمرة ورجعت، ياك انا ما شفتوني قلت لكم اعلن التوبه النصوحه ودرت الجلباب وقلعت الجلباب بعد بيوم. كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه. انا رحت للعمره ورجعت كيف ما انا حابه. انا النهار تشدني التوبه ما تشوفنيش كاع نتايا في هذه المواقع.
وما تشوفينيش كاع نتيا اللي راكي تعلقي في التعليقات الفيديوهاتي وين راحت العمره، والعمره راحت في خبر كان. خبر كان هذاك خبر كان شديها هذيك خبر كان وديريها هكا 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 وحطيها على البلاصه اللي تناسبك حداويها لك، فهمتيني؟ خبر كان هذيك كان عندك معاها قصه نتيا على بها تعيشي في خبر كان. انا ما نعيش في خبر كان، انا نعيش في خبر الحاضر والمستقبل، فهمتيني يا اختي؟ يعني مو حلوه ابدا بحقك عزيزتي نجاوبك بهذه الطريقه. عزيزتي حواء مو حلوه بحقك. انسان حر في حياته. انا نروح للعمره ما نروحش للعمره، نروح للماريكان، نروح للكريسماس، نروح وين نروح، انا انسانه حره. دونك انا بيني وبين نفسي حره، انت ما دخلكش فيا باش تقعدي تعلقي في تعاليق مو حلوه على فيديوهات. يعني عشان انايا نضيع من وقتي 5 دقائق كل ما ننزل فيديو نقعد نبلوكي حتى صحات، يعني احبابي نلاقيهم كومونتين نبلوكيهم بالغلطه يروحوا في البلوك، بالغلطه والله بالغلطه يروحوا في البلوك. علاش؟ خاطر انا نبلوكي كاع الكومنتس، نروح نبلوكي كل شيء. وعشان انت ولا انت يا اختي تجي تحاسبيني ولا تحاسبني، انا نتمنى انك تكون انسان صريح مثلي وتواجهني بالمواقع وتوريني انت شنو دير وانت شنو ديري. يا ما تحت السواهي دواهي، يا ما شفناهم متحجبين ولابسين الجلباب ودايرين والله اعلم من داك الجلباب واش كاين، ويا ما شفناهم قارصينهم وشادينهم في الدار، ويا ما شفناهم شنو دايرين، ويا ما شفنا من واحد الاولاد يحسبوهم رجال، ويا ما شفنا شنو داروا في نساهم اللي قاعدين يدوروا عنا في التيك توك يكومونتيو لينا بالكومونتات مش حلوه المسخه. يا ما شفناكم يا ما شفناكم يا ما شفناكم ويا ما سمعنا، وهذا مجتمع ما يرحمش. دونك الانسان يقول اللهم اسالك نفسي، ما يسالش نفس الغير، اسال نفسك قول اللهم اسالك نفسي. فهمتوني؟ ما خفيه اعظم، صح؟ اللي مخفي وين يفوته الطران، وين يفوته القطار، وين يفوته التركتور. خصكم تركتور، فهمتوني؟ دونك اللغز من هذا الموضوع انه نحنا ناس جينا للسوشيال ميديا بغرض الشغل، بغرض ما نعرف، بغرض ننشهروا، بغرض كتير اشياء. الانتقادات موجوده طبعا هذه اسمها كما نقولوا احنا هادو اسمهم اعداء النجاح. دونك اعداء النجاح متوفرين في الحياه ومطلوبين في حياه كل شخص مشهور، في حياه كل شخص مؤثر حقيقي. اوكي، بس كطلب خاص ورجاء خاص ما تتبعونيش، انا راني ما نحبكمش، راكم ما عندكمش مكان في حياتي، فهمتوني؟ الله يعطيكم شي تركتور يرفدكم كاملين من عندي من هذه المواقع تاعي، ويرفدكم يقيسكم كاش حصيده ويدحس عليكم الي روتور، فهمتوني؟ خاطر انا ما بقيتش باغياتكم، بغيت لكم غير شي تركتور واحد، تركتور هكا يكون كبير يرفدكم كاملين ويقيسكم فيه شي حصيده من حصايد ويبقى رايح جاي عليكم، فهمتوني؟ اما حاجه واحده اخرى ما نطلبها، قلت لكم غير تركتور باش عظامكم يتكسروا وما تموتوش، تقعدوا حيين هاك حيين عينكم حيين، تقعدوا تقولوا حنا شادرنا في حياتنا باه راه كرعينا مقطوعين وراسنا دارنا ويدينا دارنا، فهمتوا؟ بغيتكم تموتوا، بغيتكم ما تذوقوا هذيك هكا الحراره العذاب. خيروني، عطوني التيساع، شكون راسو الله عطوني التيساع، عطوني. شوفوا باش تعرفوا باللي الناس المزيفه مو الحقيقيه، الناس المزيفه مثلا كيف نحنا. سؤال بسيط، 1 زائد 1 يساوي 2، صح جايز، 1 زائد 1 يساوي 2 يساوي 2. كيف تعرف من معك المزيف والغير المزيف؟ مثلا كيف نعرفوا حنايا معنا المزيف والغير مزيف؟ كيف ما تشوفوا في اللايف هذا
انتوا راح تعرفوا في هذا اللايف انه نحن عندنا المزيف وعندنا الغير مزيف. لما نكون نحب نحكي على مشكله بوم مباشره كلهم يدخلوا لداخل، ولما نحكي على نص مشكله يقعدوا من برا، يقعدوا بس من برا، ما يقعدوا لداخل، يقعدوا من برا. بس لما بدهم يسووا فينا فخ يفوتوا لجوا عشان ياخذوا الريكورد ويسووا فيه فخ. رطيط فقت بيكم زمان، فقت بيكم هذا شحال، فقت بيكم وفقت بيكم وعفتكم وكرهتكم، فقت بيكم هذا شحال، هذا شحال فقت بيكم فقت بيكم هذا شحال، فقت بيكم هذا شحال، هذا شحال فقت بيكم. ما ينقيكم ديتول، ما ينقيكم جافيل، ما ينقيكم لاسيد، ما ينقيكم غريزيل، ما ينقيكم والو اومو، ما ينقيكم والو 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 والو. حاجه واحده وحيده اللي تنقيكم هي تركتور يشدكم يديكم ويجيبكم، فهمتوا؟ اما هذيك الساعه خرجوا عليا حبوا نزلوا من عندي، نزلوا ما نزلوا والو، نزلوا عليا ما نزلوا عليا بغاوش. شفتوا؟ تبغوا علاش بغيتوش تنزلوا عليا الناس المزيفه؟ علاش يا المزيفين بغيتوش تنزلوا؟ خاطر كاين نوع من البشر يحب واحد يعايره، يحب واحد يهينه. واحد النوع المزيف، هذاك النوع المزيف ما يحبش واحد يقول له حبيبتي عزيزتي اختي. كوم لو شيان exactement. Oui, c'est comme le chien exactement. Oui. Oui, c'est comme le chien exactement. Oui, madame, oui. Thank you, Ashwer. Thank you, Khadija. Thank you, Amr. فهذه والله شوفوا حبيت برك نفضفض مع بعض للأشياء الصغيرة توجد في حياة الناس مثلا المشهورين. فدائما أقول لكم رأفا بالناس اللي وراء الشاشة. والله يا نحنا كبشر ما فينا نعرف حال الشخص اللي قدامنا، ما فينا ربي وحده اللي يقدر يعلم بحال العباد. على قد ما أنا نكون في كتاب مفتوح، على قد ما أنا حتى اللي بجنبي نقول لهم كل شيء، إلا وفي أشياء هم نمر بهم هم ما يعرفوهم. فرأفا بالناس اللي وراء الشاشة سواء أنا أو غيري. أوكي، فهذا الكلام كله والله المغزى متاعه للناس الحقيقية اللي تحبني، ما عاد تتجاوبوا مع الناس السلبية. ما لازم نتجاوبوا مع الناس السلبية، فهمتوني؟ أنا ليش أعطيتكم مثال مثلا من عندي؟ بس عشان تعرفوا إنه أنا كمان موجودة بالموقف اللي أنتوا فيه، بس أنا بالموقف أكبر من اللي أنتوا فيه، فهمتوني؟ رغم هذا أنا شنو نعمل؟ ما نتجاوب، نعمل بلوك طول وما نصدع لكم راسكم. فبليز لما تشوفوا كومنت مو حلو على فيديوهاتي لا تتجاوبوا معه ولا تردوا عليه. انا راح يجيني الوقت حنمسك تليفوني حندخل نعمل بلوك على كل حدا عامل شيء مو حلو. اوكي نسكروا هذا الموضوع. في النهاية إذا عجبكم الفيديو دعوا لايك واشتركوا في القناة ولا تنسوا تفعيل الجرس.